دول 13 علامة هتقولك إذا كان البنت دي بتحبك ولا لأ. رقم 1، أنت أولوية بالنسبة لها. هتحس دايما إن أنت مهم في حياتها ومكانك محفوظ وفي المقدمة، مش زي أي حد تاني في حياتها. بتتعامل معاك فعلا على إنك هتكون شريك حياتها وأهم واحد في مستقبلها الجاي. رقم 2، بتحكي لك على كل حاجة. البنت اللي بتحبك هتحب تعرفك كل تفاصيلها وهتشاركك التفاصيل دي من أصغرها لكبرها. مش هتخبي عليك حاجة، مش هتعرف حاجة من بره قبل ما تعرفها منها. هتلاقيها بتحب تحكي لك وتاخد رأيك في كل مواضيعها، مش شرط مشاكلها بس. رقم 3، عاوزة أهلك وصحابك يعرفوا مكانتها في حياتك. البنت اللي بتحبك لو انتوا مثلا لسه مش مخطوبين أو مرتبطين رسمي، هتحب إن أهلك وصحابك يعرفوا عن وجودها في حياتك. هتجيب لك هدايا ذو طابع أنثوي، اللي هو بمجرد ما حد يشوف الهدية دي معاك هيعرف إن اللي جايبها لك بنت. من الآخر بتحط بصمتها عليك. رقم 4، بتسمع لك. دايما بقول الستات بتوع التفاصيل والرجالة بتوع المختصر المفيد. بالتالي الستات في الأغلب بتتكلم أكتر وبتحب تتسمع أكتر، ويمكن بيسمعوا أقل. علشان كده البنت اللي تحبك هتحب تسمع لك أكتر ما هي بتتكلم كمان. رقم 5، بتحاول توصل لحلول وسط. البنت اللي بتحبك مش هتتشبث برأيها وتنفذ اللي في دماغها حتى لو غلط، وإلا هتزعل لو انت عرضتها. البنت اللي بتحبك هتحاول دايما تخوض مناقشة وتوصل لحلول وسط ترضيك وترضيها، لأن زي ما هي مش عايزة تزعل، هي كمان مش عايزة تزعلك. رقم 6، بتحارب من أجلك. البنت اللي بتحبك هتقف في ظهرك، مش هتسيبك في مشكلة لوحدك. حتى لو انتوا مثلا مخطوبين وفي مشاكل ما بينك وما بين اهلها على الجهاز، على تجهيزات الفرح وخلافه، مش هتسيبك تخوض الحوارات دي لوحدك وتقول وانا مالي، المهم تجيب اللي اهلي عايزينه. لا، هتحاول تحل الامور بالعقل ما بينك وما بينهم، وتقرب وجهات النظر وتلاقي حلول معاك علشان ما يحصلش مشاكل. رقم 7، هتبقى معاك على طبيعتها. كل بنت بتحب تبقى حلوة في عين اللي بيحبها طول الوقت، يهمها تكون حلوة في نظره وفي كل الأحوال وطول الوقت. وبرضه بتحب تكون معاها على حقيقتها وطبيعية بدون تكلف. بتحبك تشوفها في أحسن وأسوأ حالتها. رقم 8، بتتوافق مع رتم حياتك. كل راجل أو ست ليه رتم حياة معين، فلما ترتبط ببنت بتحبك بجد وبتتفهم رتم حياتك وروتينك اليومي، مش هتطلب منك تغير رتم حياتك، بالعكس هتتناقش وتتفهم مسؤوليتك واللي وراك. رقم 9، بتحب اللي يحبك. قبل ما تقابل البنت اللي انت تحبها بيبقى في ناس تانية في حياتك انت بتحبهم وهما بيحبوك، ووجودهم مهم في حياتك زي عيلتك واصدقائك. البنت اللي بتحبك مش هتحاول تبعدك عنهم، مش ممكن تبعدك عن الاشخاص اللي انت بتحبهم وهما بيحبوك، بالعكس هي هتحبهم علشان هما بيحبوك، مش هتحاول تبعدك عنهم او تعمل مشاكل بينك وبينهم. رقم 10، انت دايما في الصورة. البنت اللي بتحبك بتحطك دايما في الصورة، صورة دلوقتي وصورة المستقبل. مش هتتفاجئ ابدا بقرارات او خطط لحياتها او شغلها انت متعرفش عنهم حاجة، بالعكس هتشاركك كل الخطط دي وهتتناقش معاك فيها. كل خططها المستقبلية الخاصة بشغلها، اوضاعها المادية، عيلتها، هتبقى انت على دراية بيها وبتشاركها كمان القرارات دي. رقم 11، بتفتكر الحاجات المهمة بالنسبة لك. البنت اللي بتحبك هتلاقيها مثلا قبل ماتش الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة اتصلت تتمنى لك الحظ، ويمكن كمان تتفرج معاك. لو انتوا مخطوبين ورحت عندهم على غدا هتلاقي عامله لك كل الاكل اللي انت بتحبه، المشروب اللي انت بتفضله. دايما بتبقى فاكره كل التفاصيل المهمه بالنسبه لك. رقم 12، موجوده دايما في الصعب. لو في يوم اتعرضت لمشكله اسريه، ماديه، خناقه، ازمه نفسيه، لو بتحبك هتلاقيها جنبك بتدعمك وبتعدي معاك كل ده وبتهون عليك الايام الصعبه. مش هترتاح لما توصل معاك لحل لكل المشاكل دي والايام الصعبه تعدي. رقم 13، بتعرفك دايما انها بتحبك. اهم وابسط طريقه تعرف بيها اللي قدامك بيحبك ولا لا انها تقولك دايما انها بتحبك، وقلبك فعلا يحسها ويحس صدقها لما تغيب عنها يوم وتتصل بيك تقولك وحشتني وهي تعنيها، مش وحشتني كده وخلاص، وحشتني انت، وحشتني. ودول كانوا 13 علامه اللي تعرفك البنت دي بتحبك ولا لا.